اهلا وسهلا بيكم في مطبخ جيجي. النهارده بقى جايه لكم بوصفه من وصفات ايام زمان، بس على شرط هعملها بطريقتي انا. الكشك المصري. احنا هنعمل النهارده الكشك المصري اللي ريحته بتفكرنا بقى بدفء البيت ايام زمان، وبلمة العيله، بالاكل الحلو بقى اللي بالسمنه البلدي. بس مش اي كشك، احنا هنعمل كشك قلمص. كشك قلمص ده غير كشك طبعا الصعيدي. الكشك اللي هو بيبقى جاي من الصعيد ده وبيتبل وبيتعمل ليه قصة كده جامدة. الكشك ده بقى احنا محتاجين له هنا ايه؟ محتاجين له كوباية رز، ومحتاجين كوباية زبادي، وهنا شوربة عندي كنت حطاها في الديب، شوربة دسمة يعني، كانت شوربة فراخ بس شوربة دسمة حلوة. وعندي كمان لبن، محتاجة كوباية لبن، او لو زودت شوية مفيش مشكلة. والبصل بقى اهم حاجة، البصل. شفتوا الكشري كده ما بيتاكلش من غير البصل، برضو الكشك القلمص ده ما بيتاكلش من غير البصل. تعالوا مع بعض بقى نشوف ازاي هنعمل الكشك خطوة خطوة، وبطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله يطلع حلو من اول مرة. هنمسك بقى اول حاجة عندنا الشوربة. هنفكها طبعا، ما طلعتهاش من بدري، فهفكها من الكيس واحطها في الحلة تغلي. هتاخد غلوة كده خفيفة. وفي نفس الوقت بقى واحنا شغالين هحكي لكم على قصة كده وحكاية حصلت لي. كان ليا جارتي، السنة اللي فاتت بنتها كانت في ثانوية عامة. تمام. فالمهم بنتها ما نجحت طبعا، كل الناس راحت باركت لها، فانا طبعا جارتها فلازم هروح ابارك. رحت باركت وجبت طبق حلويات واديتها مبلغ كده حلو محترم. يعني انا هقول لكم انا اديتها كام بصراحة، ايه عشان تقدروا تحكموا على الموقف اللي حصل. اديتها 500 جنيه وجبت لها طبق حلويات، كان ساعتها طبق الحلويات تقريبا 200 جنيه. تمام. المهم ورحت باركت باركت لها وتمام. جت بعديها كده بفترة برضو، سمعت ان ابنها عمل عملية اللوز. فقلت لا ما ينفعش، لازم برضو اروح. رحت لها واديت لها اللي فيه القسمة برضو، ممكن اقول لكم عادي يعني. اديت لها 500 جنيه برضو. خلاص. واحنا علاقتنا ببعض كويسة جدا، وهي بتجيلي وانا بروح لها، وما بكون قاعدة متضايقة شوية بروح اقعد معاها. انا مثلا عاملة حاجة حلوة ببعت لها، هي ساعات بتبقى عاملة مثلا محشي تبعت لي طبق. علاقتنا حلوة قوي ببعض. المشكلة بقى في ايه؟ المشكلة ان احنا يعني ايه، بقينا متداخلين مع بعض قوي، يعني بقيت انا اقعد احكي معاها مشاكلي، هي بتحكي لي. بقينا كأننا اخوات. فجينا في إيه يعني قبل العيد كده بشوية، حصل موقف، ومن ساعتها ايه يعني ما بقيناش نكلم بعض. ايه الموقف دوت؟ انا كنت زي ما قلت لكم في الفيديو كده، كنت تعبت شوية في فيديو قبل كده. تعبت شوية، خدت دور تعب يعني، فهي عرفت. المهم جت قعدت معايا شوية، ولقيتها بتديني كام بقى، بتديني 100 جنيه. خلاص. فانا هي كانت حاطه لي ال 100 جنيه في ظرف، حطته لي تحت المخده. المهم بعد ما مشيت بطلع الظرف بشوف هي حطت لي فلوس قد ايه، لقيتها حاطه لي 100 جنيه. بصراحه انا اتصدمت. يعني يعني انا مش عارفه اقول ايه. يا جماعه يعني هي الناس بتتصرف كده ازاي؟ يعني انا جيت لك مره واديت بنتك 500 جنيه وجبت لك طبق حلويات ب 200 جنيه. جه ابنك لما عمل عمليه اديت له 500 جنيه. يعني حتى يا ستي خلي عندك شويه دم، واديني حتى 500 جنيه. يعني حطي في عينك حصوة ملح. انا اتصدمت بصراحة، حسيت ان هي يعني ايه ال 100 جنيه دي تهزيق، يعني بتهزقني. انتي يعني مش قادرة، ده أنا لو انا مكانك ومعيش غير 100 جنيه هروح استلف 500 جنيه واديها لجارتي. انا بصراحه اتصدمت من الموقف ده، وقعدت اقول لاخواتي واسالهم طب انتوا طبعا بصراحه ما حدش قال لي يعني حاجه، قالوا لي خلاص عادي، مش مشكله. يمكن ظروفها ما معاش فلوس ان هي ترد لك الفلوس. قلت لهم ازاي؟ طب هي مش قادره ترد الفلوس ما تاخدش. يعني انت مش قادره تدفعي ال 500 جنيه، انت عارفه ان اكيد هتحصل لي ظروف واكيد هتردي الفلوس دي. لا قولي لي لا معلش ما تدينيش بقى 500 جنيه، عشان انا مش هقدر اردها. او خدي الفلوس اللي انا اديتها لك وشيليها ما تصرفيهوش، لما يجي ظرف عندي تروحي مرجعه لي فلوسي. طبعا انا دمي اتحرق. قلت لا مش هينفع، انا لازم اخد حقي. رنيت عليها، سلام عليكم، ازيك يا فلانه، ازيك. قلت لها هو انتي بعتالي 100 جنيه؟
انتي مدياني لما انا جيت عييت تديني 100 جنيه في ظرف. قالت لي اه والله اصل ظروفي ومش ظروف. قلت لها ظروفك ايه؟ طالما انتي ظروفك وحشه ما تاخديش فلوس بعد كده. لما اجي اديكي نقطه لحاجه ما تاخديهاش يا ستي، رجعيها. طبعا انا دلوقتي هكمل لكم القصه، بس اقول لكم بس دي شويه حاجات احنا خرجنا جبناها من سبنس. دي عصير جايباه بنتي، معرفش ب25 جنيه، مش فاهمه يعني هي ايه اللي حصل لها في موضوع العصير ده. يعني زبدوه تقريبا. كل ما نطلع انا يا ماما اللي هدفع الفلوس، اجي حاسب تقول لي لا يا ماما ادفعي انتي بقى. دي حلويات بقى جايبانا، يعني كل ما نخرج خراب بيوت يعني حلويات. بسكوت، انا جبت باكو بسكوت واحد ده الشمعدان عشان بحبه من ايام زمان، من ايام ما كنت صغيره. جبت واحد بس وجبت نسكافيه. هما بقى ما شاء الله، مش عارفه دوريتوس، شيبسي، حاجات كده غريبه عامله زي الكاراتيه بتاع زمان، يعني حاجات انا مش عارفه ايه دي. تمام. دي الحاجات. وجبت عيش بقى عشان اعمل لهم ايه سندوتشات بانيه يتعشوا بيها. ده هنا اللي نسيت اقول لكم، دي الشوربه بقى حطيت فيها كوبايه الرز وسبتها بقى تستوي خالص كانك بتعملي رز بلبن. خلاص كده الرز بيستوي ايه مع الشوربه. وفي نفس الوقت قطعت البصل عشان احمره عشان احطه على وش الايه الكشك القلمص. بصوا انا بسوي الرز كويس قوي في الشوربه وبغطيه. قولوا لي بقى ليه بتغطيه بالطبق؟ عشان انا بصراحه ما بقدرش اغسل الغطيان بتاعه الحلل، فبقول ما اسهل حاجه ان انا اعمل بطبق صيني غسيله سهل. هنا بقى انا بعمل لهم السندوتشات. البانيه ده كان عندي من امبارح، ما عملتش بانيه جديد. وبدات ايه هفتح عيش فينو واعمل لهم ايه السندوتشات. المهم بقى بقول لها زي ما قلت لكم، بقى بقول لها انت ازاي تاخدي مني، ازاي تديني 100 جنيه، وازاي انت ما تقدرينيش وترجعي لي الفلوس وترجعي لي الفلوس اللي انا. فطبعا زعلت جدا، وازاي انا اتكلم في موضوع الفلوس. مش عارفه يا جماعه الناس ليه عندها حساسيه من موضوع الفلوس ده. يعني كل اللي اقول له يقول لي ازاي تكلمي في الاكل، ازاي تتكلمي في الفلوس، ازاي تتكلمي في مش عارف ايه. طب امال اتكلم في ايه؟ طب ما انتوا خلوا عندكم شويه دم يعني. والحاجه اللي بتتعمل لكم اعملوا زيها. يعني انا مش فاهمه اشمعنى الفلوس عندكم حلوه قوي يعني. المهم خلاص على كده وسكتت على كده. بصيت لقيت تاني يوم بترن عليا الباب وجايبالي الفلوس. جايبالي كام بقى؟ جابت لي 900 جنيه وجايبالي طبق حلويات. خدي الحاجه اهي اللي انتي اديتيهاني، انتي بتذليني بيها. وعملتها زعلة. طب هي بذمتكم من حقها تزعل؟ ولا انا اللي ازعل ان هي ما قدرتنيش ورجعت لي حاجتي وبقيت انا الغلطانه؟ انا عايزه بقى اخد رايكم، انا فعلا غلطت ان انا اتصلت بيها وقلت لها، ولا هي اللي غلطت، ولا ايه يعني؟ انا عايزه اعرف مين فينا اللي غلطان. هي عماله تحرق دمي وخلاص. انا بعشق كوبايه النسكافيه دي تروق دمي، دمي المحروق. مش عارفه الناس بتتصرف مع بعض كده ليه. دلوقتي زي ما قلت لكم انا سويت هنا كوبايه رز في الشوربه، والبصل اللي هنحطه على وش الكشك. دول الخطوتين اللي احنا عملناهم. الخطوه التانية بقى الخلطه اللي هي قلت لكم كوبايه لبن، عليها 3 معالق دقيق، عليها كوبايه زبادي، وقلبتها كويس جدا وهنزلها بقى على الايه على الشوربه بالرز. تمام. هو ده الكشك القلمص، ما فيهوش اي افتكاسات يعني. هو سهل وبسيط وبيطلع زي السكر. عندي العيال بتاكله بالعيش المحمص روعه. هنحط شويه ملح وشويه فلفل اسود برضو. تمام. اهم حاجه تكونوا كنتوا مركزين معايا، وانا مش عارفه مركزين مع الحكايه بقى. بس بعد كده انا جبت طاسه احط فيها حته زبده وشويه زيت. وسبت بقى الخليط اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الرز والشوربه وكوبايه اللبن وكوبايه الزبادي و3 معالق دقيق. ده الخليط اللي في الحله. تمام. هنيجي بقى هنا نحط زي ما قلت لكم زيت، حته زبده وشويه زيت. وهنحط ايه 5 معالق كده دقيق. هنبدا نحمرهم كويس في الايه في السمنه والزيت تحميره حلو، يعني ايه نخلي الدقيق يستوي. غير طبعا الدقيق اللي انا حطيته هناك ده كان دقيق عادي من الكيس. بجد مش عارفه جارتي دي اعمل فيها ايه بجد. يعني الواحد بقى ينزل على السلم يطلع مش عايزه اشوف وشها بجد، بعد اللي هي عملته فيا. وفي الاخر انتوا بتطلعوني غلطانه، يعني ساعه القصه اللي هي اللي قبل كده بتاعت اختي واللحمه والبتاع طلعتوني انا اللي غلطانه. تعالوا بقى المره دي طلعوني انا اللي غلطانه برضو.
بس الدقيق بقى يتحمر كويس قوي، واكون مجهزه اللبن وهعمله. شفتوا البشاميل كده بتاع المكرونه بالبشاميل، بس ده حاجه خفيفه شويه وبكميه اقل، وبيبقى طعم وحلو قوي. عندك بقى الكيش كده ممكن زي ما قلت لك تاكليه بالمعلقه ماشي، هتاكليه بعيش محمص بيبقى تحفه وجنبيه مخلل. بصوا انا خدت طبق كده وكلته يعني بالمعلقه زي الرز بلبن كده الحادق. تعرفوا انتوا الرز بلبن الحادق ده ماما كانت بتعمله لنا زمان. اما نكون مثلا بالليل جعانين، طب هتاكلوا ايه؟ لا ملناش نفس ناكل بقى جبن والحاجات دي. كانت تعمل لنا رز بلبن، وبدل ما تحط عليه سكر تحط عليه ملح، وتحط لنا كل واحد طبق كده وتحط على وشه معلقتين قشطه، وناكله بقى بيبقى فظيع. ده برضه والله قريب منه يعني، بس ده طعم. كده البصلة اتحمرت حلو قوي، دي اللي هنحطها على الوش، هنشيلها كلها ونسيب شوية كده صغيرين مع شوية السمنة والزيت اللي في الطاسة. ليه بقى؟ لان ده هنستخدمه بعد كده، هقول لكم هنعمل بيه ايه. كده البصلة خلاص، هنزل الطاسة دي اخليها على جنب كده واطفي العين، وهبدأ بقى احمر كده الايه، الدقيق. وهنزل بقى بعد كده بايه، باللبن. بصوا اللبن بخيره ده حلو قوي، انا مجرباه دسم وتقيل وحلو قوي. يعني مش عايزه اقول لكم بخيره ده احلى من المراعي. انا بجيب المراعي بلاقيه تحسي اني ميه، كأنه ميه بالظبط. بصوا بدأ يتقل ازاي، وريحة بقى السمنة مع الدقيق ما اقولكوش حكاية. عارفين بقى المشكلة الكبيرة قوي ان الاكل ده تاكلوه بالليل. يعني بالليل يعني ما ينفعش بقى خالص الاكل الحاجات دي. المفروض الواحد بياكل الحاجات دي الصبح ويتحرك وبتاع عشان يحرق. بصوا كله دقيق وبشاميل وسمنة وزيت، حاجات يعني ريحتها فظيعة. يعني تخلي الواحد فعلا اللي مش جعان يجوع. كده حطيت لها انا مكعبين مرق، بيدي لها برضو طعم كده حلو قوي. هنا شوية فلفل اسود، شوية ملح. بجد الريحة بقت في حتة تانية، تحفة. هجيب بقى حلة كبيرة شوية عشان انتوا شايفين الحلة التانية دي اتملت، وطبعا ده هيتحط على ده فلازم اجيب حلة كبيرة. بس اما نظبط الاول اللي في الحلة ونظبط اللي في الطاسة. مش هجيب حلة كبيرة، يعني اكبر شوية من الصغيرة اللي انا حاطة فيها دي. اهي هنزل فيها بقى الخليط ده. بصوا نزله كله، حتى لو كده نحط شوية مية برضو في الطاسة كده ننزل اللي فيها، عشان حرام كل ده بفلوس. بس كده كل ده لبن، لبن وسمنة ودقيق. هنجيب بقى الحلة التانية وننزلها عليها ونديها تقليبة. وبصوا القوام بتاعه يبقى ايه، وسط كده، لا يبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الرز نزل تحت، هنزله بمعلقة. هجيب معلقة بقى وانزل بقية الرز. فظيع. بس شايفين بقى القوام بتاعه تحفة. ده طلع تقريبا كده يعني 10 كوبايات، يعني انا غرفت 6 كوبايات. مش كوبايات يعني اطباق يعني. 6 اطباق. وبصوا بقى الخليط اللي في الطاسه اللي انا قلت لكم عليه اللي هو بالسمنه والزيت ده، نزلته في قلب ال الكشك، واديته تقليبه كده عشان يطرى برضه ويبقى طعمه حلو، يخلي الكشك مسكر. طعمه تحفه ما اقولكوش بجد، فظيع. بجد الكشك ده اختراع. انا عايزه مره اعمل لكم الكشك الصعيدي. طريقته سهله وهنعمله مع بعض ان شاء الله في فيديو. اللي هو بقى بيتعمل بالبيض معرفوش بقى غير بتوع الصعيد والفيوم والبني سويف والحتت دي. شايفين؟ الله الله بجد، تحفة تحفة. هبدأ بقى أغرفه
كده خلصنا تقريبا الفيديو بتاعنا. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا شكل جميل قوي قوي. خلاص بقى ادخلي جوه كده. بصوا انا بحاول احط في كل طبق كده شويه عشان الطبق ممكن يتكسر ولا حاجه من السخونيه، واحط شويه واسيبه يهدى. البصل بقى على الوش، عارفين الشكل بقى بيفكرك ايه؟ بالرز بلبن عليه الزبيب. لا ده كشك بقى عليه بصل. بس هنجيب بقى البصل نزين بيه الاطباق عشان نمسح البهدله اللي احنا عملناها دي. مبحبش الحاجه كده مبهدله. بس عايزه ارسلكم الاطباق رصه حلوه كده على شكل ورده، واحده في النص. نبدا بقى نحط البصل. في ناس بقى بتقطع البصل مربعات كده، بس انا بحب اعمله حلق. هو بيبقى كده بيضايق الحلق ده في الاكل شويه، بس بيبقى شكله حلو. اصل المربعات ده بيديك انه شكل الزبيب على طول. مفيش اكله اسمها سهله، يعني اي اكله بجد متعبه وبتاخد مجهود جامد جدا وبتاخد فلوس وبتاخد كل حاجه. المهم انا نسيت اقول لكم ان انا خدت الفلوس من جارتي. قلت لها خلاص براحتك، طالما انتي مش عايزاها خلاص هاخدها، انا اولى بيها. عملت نفسها زعلانه بقى مقموصه براحتها. الناس مش عارفه بتزعل من الحق ليه.